بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تابعوا أخونا المدرب أبو تيتو عاشق للذئاب على قناته في اليوتيوب أبو تيتو عاشق للذئاب. بعد ما بخلص الفيديو تبع أخونا أبو تيتو في فيديو اللي بنتكلم فيه عن ارتفاع الحرارة عند الكلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا ليكم ولكل مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا قناة أبو تيتو عاشق الذئاب. النهاردة هنستعرض لكم فيديو عن التدريب الطاعة والحراسة وأوامر برضو للجنبات وللثبات والحاجات دي. يا رب الفيديو يعجبكم أبو تيتو عاشق الذئاب، وربنا يجعله عيد سعيد على الأمة الإسلامية جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. Yes. Come. Sit. Stand. Down. Hi. Hi. Yes. Sit. Good boy. Come. Stand up. Stay. Yes. Stand. Stand up. Back. Come back. Come. Front. Stand up. Back. Back. Good boy. Yes. Yes. Good boy. Come. Heel. Yes. Heel right. Yes. Heel. Yes. Twin. Yes. Yes. Twin. Yes. Yes. Good boy. Yes. Sit. Front. Hey. Yes. Look. Back. Back. Sit. روح هناك. Catch. Good boy. Catch. Yes. 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 Leave it. Sit. Yes. Stay. Catch. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله موضوعنا عن الحر عند الكلاب والشوب. طبعا الكل بيعرف إنه إحنا داخلين على جو صيفي، والجو الصيفي طبعا في متطلبات لازم نعملها للكلاب عشان الكلاب تكون أكثر ارتياح
واللي هو طبعا لازم اول شيء يكون عند الكلب باستمرار ميه. تبدل له الميه في اليوم مرتين، مره الصبح ومره في الليل. يكون المكان اللي انت بتحطه فيه مكان يعني بارد. اذا كان مثلا على سبيل المثال حاطه في زينجو، تحاول انك تحط فوق الزينجو كراتين او جريد. في الوقت الصيف الحر يعني الحر الشديد تقدر انت ترش على الكراتين او على الجريد ميه فوق. طبعا في داخل البيت اكبر خطأ اللي هو الناس اللي بتعمله، اللي هو بترش البيت عشان تبرد على الكلب ميه في داخل البيت، او بترش على الكلب نفسه ميه في داخل البيت. طبعا هذا خطأ كبير، لانه بتنقلب الحراره، بتزيد ارتفاعات الحراره وبتزيد اللي هي الرطوبه، لانه الميه اللي انت رشيتها على الكلب او رشيتها تحت الكلب بتتبخر، فبتتبخر بتطلع بخار، بيطلع اللي هو الحم والشوب على اللي هو على الكلب. موضوع اللي هو البيت حكينا فيه. بضل عندنا موضوع انه انت لازم اذا بدك تغسل كلبك تطلعوا برا البيت وتغسله. لو غسلته في الاسبوع او الاسبوعين مره بيمشي حاله كويس. تحاولش تكتر في الصيف تغسيل الكلب، تقول كل يوم او كل يومين زي ما بسمع الناس في بتغسل كلابها كل يوم او كل يومين. في الوقت الحالي لما بتغسله في اليوم او كل يومين مره بتقلب عكس على الكلب. ممكن يكون نظافه ويمكن يكون تبريد، لكن في نفس الوقت الكلب هذا جلده مخلوق من دهون، فكثر الميه بصير عنده مشاكل. بصير في عنده مشاكل، والمشاكل هي بصير ناس تشكي من اللي هو الكلب بصير ينحل الشعر وبصير يتقصف الشعر. هذا كمان بالنسبه للكلاب الجيرمان والكلاب الكثيفة الشعر. انت بمعدل اسبوعين هو المعدل القانوني للكلب، كل 40 يوم في الصيف وكل شهرين في الشتاء. لكن احنا على هوا الجو بنقول بنبرد على الكلب، وفي نفس الوقت نظافه للكلب، لانه احنا البيئه اللي بيكون فيها موجود الكلب مش هي البيئه اللي بتكون عايش فيها في البيوت. عشان هيك بكون الكلب دائما نظيف ومطلوب وماخذ حريته. في الصيف حاول ان تكون انت حاطط الكلب تبعك في داخل البيت، بلاش يكون مربوط بالجنزير عشان ياخذ حريته اكثر. والجنزير بتعرفوا انتم بكون نوع من الحديد فبمتص اللي هو الحراره. بالنسبه للكلاب طبعا اللي هو الجيرمان، لانه مداخل فيها اللون الاسود، وانتم بتعرفوا كويس انه اللون الاسود بيمتص الحراره، فبده تبريد بزياده وفي مكان يكون بارد اكثر. يعني مثلا اللي حاطه في بياره يحطه تحت شجره تكون بارده، يعني طول النهار في براد، مش في فتره معينه وبتروح. اذا كنت حاطه مثلا على سبيل المثال فوق سطحك يكون في مكان يكون في دخول للهواء والخروج للهواء. كيف بدي اعرف انا انه حراره كلبي مرتفعه؟ بتعرف انه الكلب، بتشوف انت الكلب كل شويه وهو رايح يشرب بتلاقيه بروح بحط ايديه على في الميه، نفس جردل الميه، بضغط ايديه في جردل الميه، واحيانا بتلاقيه بكب الجردل الميه على الارض ووسخ. فانت بتعرف انه هو في عنده حراره زائده لما بتشوف الكلب بالذات بحط رجليه ايديه القدامانيات في الميه، او بحط داخل بوزه لحد هان، تلاقيه بيضغط بوزه لحد هان لحد اول عينيه، بيضغطهم في قلب الميه جوا عشان يبرد على نفسه. هو تبريد الكلب بكون من شغلتين الكلب ببرد نفسه فيهن، وهن هدول الشغلتين اللي يكون البراد عند الكلب، اللي هو رجليه ايديه القدامانيات طبعا لحد هان، هذا لحد هان تنقل عنده اللي هو البروده للجسم كله، والبوز اللي هو لحديت هان بكون هاي المنطقه كلها بعتبرها تبريد عليه. فهو بضغط بحط بوزه في الميه وبحط رجليه في الميه، حتى انه بتصير بعد فتره من الزمن عاده سيئه عند الكلب، انه هو بصير حتى في الشتاء يكب الميه، لانه بصير يتعود انه هو يشرب، بعد ما يشرب بده يبرد على نفسه فبحط ايديه في الجردل وبكب الجردل، فبتتبعها انه في الشتاء بتبطل انه بده يبرد على نفسه، بتصير عاده سيئه للكلب. عشان هيك انت لازم تكون عامل للكلب نظام
معين في التبريد، وتشوف انت كلبك. طبعا لو عليت الجردل ارتفاع عن الارض حسب علي الكلب، يعني مثلا كلب زي هيك لازم يكون الجردل بعيد عن الارض 40 سم ومعلق في الحيط او معلق في مكان معين، ما يكونش على الارض نفسها عشان ما يقدرش يحط ايديه فيها. لكن انت بتعرف في هذه الحاله لما انت بتكون عالي الجردل بتعرف انه الحراره عاليه عنده، طبعا من ضغط وجهه او بوزه في داخل. انت بتعرف كلبك انه هو عنده المكان مش مناسب، بالذات للناس اللي بتكون مربيه الكلاب تحت شجر او بتكون مربيها في الرمل. فانت بتشوف كلبك وبتلاحظ على انه هو بيضل يفحر تحت الشجر او يفحر في مكان معين، وهذا بيديك دليل انه المكان غير امن له بالنسبه للشوب، لانه بفحر الطبقه الفوقانيه بتكون صيباها اللي هو الشمس، فبتكون حاميه، فهو بصير يفحر على انه يدور وين في بروده ويصل لمنطقه البروده عشان يقعد. وهذه برضه بتتبع انه هو اذا تعود انه يفحر حيصير يفحر لك حتى في الشتاء نفس الاشي، لانه هو برضه بظن انه هو يلاقي مكان دافي ويتدفى فيه. فهاي برضه بتعمل عندك انت كمربي وانه يفحر تحت الشجر ويعمل جور، بتعمل حاجه مش صح وانت بتكون متضايق منها. فانت دائما بالنسبه كمان للناس اللي سالتني هل هو مين افضل انه تربي كلبك على رمل او تربي كلبك على البلاط، طبعا انا بفضل انه هو يكون اول اشهر له يعني من سن شهر لغايه سن 3-4 شهور وهو الكلب يكون في رمل، لانه بيصيب معاناه كثير في الكلاب اللي هي بالذات لين العظام، لانه بكون الارض جافه وماسكه وهو بكون لسه عجره صغير، فالعظم تبعه بكون لين، فهو بضغطه واحنا كمان بنطعم كثير فبنطعم كثير فبنتقل الكلب فبضغط على ايديه القدامانيات فبيعمل عنده اللي هو اللين العظام. فيفضل انه هو يكون في رمل اول 4 شهور، بعد هيك تقدر تنقله في اي مكان في بلاط او في كراميكا او في بطون اللي انت حابه تعمله، ما فيش اي مشكله، سواء في الشتاء او في الصيف او انك تربيه على طول، الاثنين واحد. اهم في الموضوع في تربيه الكلب ان كان في الرمل او كان في البطون انه تكون النظافه باستمرار على الكلب. الشغله الثانيه اللي هو اليوم طبعا داخلين على الصيف وحكينا كثير موضوع الجراد والبراغيث هلقيت تبدا تنتشر وبتنتشر بصوره رهيبه بالذات في موضوع اللي هو الصيف. طبعا انا حكيت في فيديو قبل هيك تقدروا تشوفوه اللي هو اكتب على اليوتيوب على نفس القناه تبعتي المدرب ابو البراء وكلمه تخلص من القراد، بيجيك اللي هو فيديو كامل كيف ترشه وكيف تتعامل معه. اللي انا بحكي فيها لقيت انه هو موضوع انه كثره الجراد والبراغيث في وقت الصيف بتتكاثر. طبعا هي اساس البراغيث والجراد من اللي هو الله يكرمكم الوساخه اللي بتكون تحت الكلب او اللي هو البول تبع الكلب. فيفضل انه انت تعلم كلبك انه يعمل الحمام او التبول في مكان ثاني غير المكان اللي هو بكون عايش فيه. بالنسبه لموضوع الجراد والبراغيث كمان بموه كمان مره، برغم انه انا حكيت لكم انه في فيديو سابق، لكن مش كل الكلاب واحد. اي كمان مره بعيد، مش كل كلاب واحد. المناعه تبعت الكلب مش نفس كل مناعه كلب ثاني. يعني في ناس بتيجي بتقول انه انا رشيت كلبي ديرسبال او رشيت كلبي مجر او رشيت كلبي اي من مبيد الحشريات تبعت الزراعه والكلب ما صارش فيه اشي وما تاثرش، وبروح بيعطي الوصفه لشخص ثاني. يعني بيجي صاحبه بقول له ايش انت رشيت كلبك؟ بقول والله رشيته مجار وما تاثرش. قديش؟ مثلا 5 سم على اللتر او 2 سم. فبروح الشخص الثاني برش الكلب تبعه، فبتآذى الكلب الثاني لانه مناعه الكلب الاول مش زي مناعه الكلب الثاني. هذا عشان يرتش الكلب في دكتور بيطري مختص وعنده دواء للجراد وعنده دواء للبراغيث. ولكن ما تقولش انه الدواء انا جبت الدواء من البيطري وما نفعش الكلب. مش ما نفعش الكلب، انت ما اتبعتش خطوات الموجوده
في اللي هي الروشتة او اتبعت الخطوات اللي حكى لك عنها الدكتور بالضبط، فعشان هيك ما جابش معك نتيجة. يعني مثلا على سبيل المثال بيحكي اللي هو البودرة، في الدواء البودرة بتديه 3 ايام ورا بعض او يوم بعد يوم ورا بعض لمدة اسبوع، انت بترشه يوم وبتسيبه اسبوع وبترجع بتلاقي الجراد ضايل زي ما هو والبراغيث زي ما هو، بتقول ما صارش فيه اثر. المواد اللي هي الزراعية في نفس اليوم انا رشيته وتخلصت منه ماشي في نفس اليوم. هذاك عاملينه نسبة عشان الكلب ما يتأثرش، عشان جلد الكلب ما يتأثرش، عشان جسم الكلب ما يتأثرش. ولعلمك وعلى فكرة انه هو كمان الكلب، في كلاب بعد ما بترشه في اللي هو المبيد الحشري او مبيد الزراعي بعد ب10 ايام او 15 يوم ببين عليه التسمم، مش في نفس اليوم او في نفس الساعة او بعد ساعتين او 3. تمام. وفي كلاب بمجرد ما ترشه يعني في وقتها بتحس انه هو الكلب تسمم. فمش كل الكلاب منعتها واحد، وفي بترشه زي ما غير حكى، وفي بترشه وبس بعيش عادي طبيعي وبتأثرش ولا حاجة، وفي بيلحس منه كمان بتأثرش، في بيلحسش منه بتأثر. فاللي برجع بحكي انه مناعة الكلاب مش كلها واحد. عشان الجراد والبراغيث استعمل دواء البيطري. وشكرا لكم، تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتشغلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو، ويا ريت تكتبوا لي اي تعليق بدكم اياه سواء عن تدريب او سواء عن اي شيء بخص اللي هو الكلاب، وان شاء الله بنقدر نلبي لكم اللي انتم بتكتبوه واللي انتم بتسالوه. ويعطيكم العافيه.